طيب الله أوقاتكم بكل خير. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، معكم فيها شهاب الرأي والمستهل بأهم وأبرز العناوين. فخامة الرئيس يستقبل وزير الخارجية السعودي. وفد إريتريا على المستوى يتوجه إلى أديس أبابا. انعقاد المهرجان الوطني من 31 من أغسطس وحتى 8 من سبتمبر. كوريا الشمالية تنتقد أمريكا بسبب تشديد العقوبات. اتفاق تعاون دفاعي غير مسبوق بين باكستان وروسيا. وقوة عسكرية أمريكية للفضاء في العام 2020. مرحبا بكم. أجرى فخامة الرئيس السياس أفورقي اليوم مباحثات مع وزير خارجية المملكة العربية السعودية الذي زار البلاد للارتقاء بالعلاقات الثنائية لأعلى المستويات والتعاون في المجالات كافة بما يخدم مصلحة البلدين. للمزيد من التفاصيل إليكم التقرير التالي بصوت الزميل صلاح الدين حسين. استقبل فخامة الرئيس السياس أفورقي في القصر الحكومي يوم أمس 9 من أغسطس وزير خارجية المملكة العربية السعودية السيد عادل الجبير، والذي قام بزيارة عمل للبلاد استغرقت يوما واحدا، وبحث العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في المنطقة. وسلم وزير الخارجية السيد عادل الجبير في اللقاء رسالة من الملك سلمان بن عبد العزيز للرئيس السياس أفورقي حول سبل تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية بين إريتريا والمملكة العربية السعودية، وأكد على رغبة واستعداد المملكة للارتقاء بالعلاقات الثنائية المتجذرة وتعزيز التعاون في المجالات المختلفة وخاصة في التجارة والاستثمار. وأكد الرئيس السياس أفورقي في اللقاء على استعداد إريتريا لتطوير العلاقات التاريخية الإريترية السعودية والتي تتجاوز مصلحتها البلدين إلى المنطقة، وشدد على الأهمية الكبرى للدور السعودي في أمن واستقرار المنطقة. وقال وزير خارجية المملكة العربية السعودية السيد عادل الجبير في تصريح لوكالة الأنباء الإريترية أن المملكة العربية السعودية وإريتريا، وبالإضافة إلى الشراكة والتنسيق في مجالات الاستثمار والتجارة والأمن ومحاربة الإرهاب، تتمتعان برؤية مشتركة في الأولويات والأهداف، موضحا بأن الزيارات المتبادلة والتشاور بين قيادات وكبار المسؤولين في البلدين تخدم هذه الأهداف. العلاقات بين البلدين علاقات تاريخية، ونحن نسعى لتعزيزها وتكثيفها في كل المجالات. نحن شركاء ونحن أشقاء ونحن جيران. هناك مصالح كبيرة مشتركة بين البلدين في كافة المجالات، في الاستثمار، في التجارة، في التنمية، في أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر وغيرها من الموضوع. فكانت هذه الزيارة فرصة للاستمرار في التشاور القائم والمستمر والمكثف بإذن الله بين البلدين. وكان وزير خارجية المملكة العربية السعودية السيد عادل الجبير قد وصل أسمرة بعد ظهر يوم أمس، وكان في استقباله لدى وصوله مطار أسمرة الدولي وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح ومستشار الرئيس السيد يمان قبراب. ضم الوفد السعودي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية في وزارة الخارجية السعودية السيد محمد عبد العزيز قطان وعدد من المسؤولين في وزارة الخارجية السعودية. يذكر أن الرئيس السياس أفورقي كان غزار المملكة العربية السعودية في 23 من يوليو الماضي بموجب دعوة رسمية قدمت له من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. كما قام وفد عالي المستوى ضم وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح ومستشار الرئيس السيد يمان قبراب بزيارة عمل للمملكة العربية السعودية في 5 من أغسطس الجاري. بيان بخصوص الأزمة التي افتعلتها كندا مع المملكة العربية السعودية. إن الحكومة الإريترية تدين الاستفزاز والتهديد والابتزاز الغير مسؤول الذي أعلنت عنه الحكومة الكندية بشأن المملكة العربية السعودية خدمة لأجندتها الأخرى، فإنها تدعو حكومة المملكة العربية السعودية لأن تتخذ الإجراءات اللازمة ليس فقط من أجل سيادتها وإنما أيضا من أجل احترام سيادة القانون الدولي. وزارة الإعلام أسمرة 9 من أغسطس 2018. توجه وفد إريتريا عالي المستوى يتكون من معالي وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح ومستشار فخامة الرئيس السياس أفورقي السيد يماني قبراب. توجه صباح اليوم الجمعة 10 من أغسطس إلى أديس أبابا. في هذه الزيارة سيسلم وفد إريتريا عالي المستوى رسالة فخامة الرئيس السياس أفورقي إلى رئيس وزراء
جمهورية أثيوبيا الديمقراطية الاتحادية الدكتور أبي أحمد. كما سيتباحث الوفد حول تطورات تنفيذ إعلان السلام والصداقة الذي تم توقيعه في العاصمة أسمرة في 9 يوليو المنصرم بين إريتريا وأثيوبيا وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك. سينعقد المهرجان الوطني لعام 2018 والذي يقام على أرض المعرض الإكسبو سنويا، سينظم بالعاصمة أسمرة في الفترة من 31 من أغسطس الجاري وحتى 8 سبتمبر المقبل. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. سينظم المهرجان الوطني لعام 2018 في الفترة من 31 من أغسطس الجاري وحتى 8 سبتمبر المقبل في أرض المعارض الإكسبو تحت شعار السلام للتطور المستدام. وفي التوضيح الذي أدلى به مفوض مفوضية الثقافة والريادة السفير زمدة تخلة لوسائل الإعلام المحلية، ذكر فيه بأنه يعمل من أجل عكس المهرجان الوطني المرحلة الراهنة، مضيفا أنه وانطلاقا من هذا فأن مهرجان هذا العام أيضا سيعكس مرحلة السلام الراهنة المبشرة. وقال سفير زمدة أن مهرجاننا الوطني هو نموذج لوحدتنا الوطنية ومنمي ثقافتنا ويحافظ على هويتنا، موضحا بأن المهرجان سيشتمل كالعادة على قرية تعكس الحياة المعيشية والمساكن التراثية وكذلك الرقصات والفلكلور الشعبي والأغنية الحديثة، إضافة إلى عروض الآثار، باعتبار المهرجان يعد مناسبة تبرز فيه جمال قوميتنا. وأضاف السفير زمدة قائلا من جانب آخر إن المهرجان يتيح أرضية صلبة للفنانين والأدباء من أجل تقديم أعمالهم الفنية والأدبية، لذلك سيقدمون برامج فنية متنوعة ومختلفة. كما يتوقع مع مرحلة السلام الراهنة مشاركة فنانين وزوار إثيوبيين. وذكر بأن عروض الابتكار والصناعة لهذا العام تختلف من حيث التنظيم والمحتوى، مشيرا إلى تقديم 30 ابتكارا تم اختيارهم من قرية الابتكارات والصناعة المشاركة في مهرجان الشباب الثامن الذي انعقد في يوليو المنصرم بيساوا. وذكر بأن السبب الرئيسي الذي أدى إلى سحب تنظيم المهرجان الوطني من منتصف أغسطس إلى شهر سبتمبر هو لخلق فارق زمني بينه وبين مهرجان الشباب الوطني. وفي الختام دعا السفير زمدة تخلة أقاليم البلاد الستة لتفتيش تراثنا بشكل جيد من أجل تقديم عروض ذو محتويات جذابة ورائعة، إدراكا للدور الرائد الذي تلعبه تلك العروض دوما لعكس صورة بلادنا ومجتمعنا الحقيقية. يشتمل المهرجان الذي يستمر ل9 أيام على عروض التعليم وبحوث للأطفال وقرية الأطفال وعروض فوتوغرافية وركن لبيع الكتب وعروض البازار ووقفة مع فنانين وأدباء قدامى، وكذلك عروض للمواهب الاستثنائية بالإضافة إلى يوميات الإكسبو وغيره من البرامج الرائعة. نظم مكتب وزارة الصحة في إقليم شمال البحر الأحمر في 9 من أغسطس الجاري بمدينة مصوع نظم سيمينارا لأعضاء جمعية المرافق الخدمية للسياحة والفندقة تركزت حول تقديم خدمات جيدة وفعالة وجوانب النظافة والصحة. كما تمحور السيمينار على العناية ومراقبة المأكولات والمشروبات وإدارة الممتلكات والمخازن ودورات المياه، بالإضافة إلى العناية بنظافة البيوت والمعدات. وفي الكلمة التي قدمها مسؤول فرع مراقبة المؤسسات والرخص التجارية في قسم السياحة بالإقليم السيد موسى إبراهيم، ذكر فيها بأن السيمينار هو جزء من الأنشطة المنتظمة لكفاءة وجودة خدمات المرافق الخدمية للسياحة والفندقة لما لها من أهمية كبيرة. من جانبه ذكر مدير مديرية مصوع السيد هيلي أسفها أصحاب المرافق الخدمية لإبداء متابعة جادة ومسؤولة في كافة الأنشطة الجارية، موضحا بأن إدارة المدينة تنشط لحل النواقص التي تواجه تلك المؤسسات. وقدم المشاركون آراء وتوصيات من ضمنها إكمال النواقص الموجودة في سلخانة مصوع ومنح اهتمام أكبر لقضية الشفاطات وغيرها من الآراء والتوصيات البناءة. استشهد المناضل العميد تمسجن برهي عن عمر ناهز 71 عاما جراء مرض ألم به عقب تلقيه العلاج في الداخل والخارج. انضم المناضل العميد تمسجن برهي بجبهة التحرير الإريترية عام 1965 وأشرف على فرع اتحاد الطلبة، ثم التحق بصفوف جبهة التحرير الإريترية في أبريل من عام 1965 وخدم في القوات المقاتلة إلى العام 1967 حتى بلغ سكرتيرا لفصيلة
وابتعث في نفس العام إلى العراق لتلقي العلوم العسكرية العليا لمدة 4 سنوات وعاد إلى الميدان. انضم المناضل العميد تمزغن عام 1971 إلى قوات التحرير الشعبية، وعمل خلال مرحلة الكفاح المسلح في إدخال التدريب العسكري الحديث في الميدان وتأسيس وحدات الأسلحة الثقيلة، وخدم بمختلف المسؤوليات كمقاتل ومدرس ومسؤول جهاز التأهيل والتدريب وقائد وحدات الأسلحة الثقيلة. وبعد الاستقلال عمل المناضل العميد تمزغن برهي حتى يوم وفاته في منصب المنسق الأعلى لهيئة التدريب والتنظيم للأسلحة الصغيرة بوزارة الدفاع. المناضل العميد تمزغن برهي رب أسرة وأب لابنين، وسيوارة جسمانه سرى في الساعة 10 صباحا من يوم السبت 11 من أغسطس بمقبرة الشهداء بأسمرة. هذا وتعرب وزارة الدفاع عن بالغ حزنها لوفاة المناضل العميد تمزغن برهي، وتقدم تعازيها الحارة لأسرته ورفاقه. استشهد أيضا في 30 من يوليو الماضي المناضل تسفاي تخلي المدير العام لقسم الخدمات الاجتماعية في إقليم شمال البحر الأحمر، والذي كان يتلقى العلاج في ألمانيا جراء مرض ألم به عن عمر ناهز 69 عاما. التزم المناضل تسفاي تخلي من العام 1963 وحتى العام 1966 بجبهة التحرير الإريترية، ونشط سرا في تنظيم الطلاب والعمال، والتحق في شهر يناير من عام 1967 بصفوف جبهة التحرير الإريترية، وخدم في مرحلة النضال التحرري في مختلف درجات المسؤولية. وبعد الاستقلال عمل بداية في إقليم عنسبة كمدير عام لقسم التنمية الاقتصادية، وبعد ذلك وحتى وفاته عمل مديرا عاما لقسم الخدمات الاجتماعية في إقليم شمال البحر الأحمر. المناضل تسفاي تخلي رب أسرة وأب ل3 أبناء، وسيوارة جسمانه سرى في الساعة 10 صباحا يوم غد 11 من أغسطس بمقبرة الشهداء بأسمرة. وتعرب وزارة الحكومات المحلية عن بالغ حزنها لوفاة المناضل تسفاي تخلي، وتقدم تعازيها الحارة لأسرته وزملائه ورفاقه. مشاهدينا فاصل ثم الأنباء على الصعيد العالمي. اتهمت كوريا الشمالية الولايات المتحدة يوم أمس الخميس بالسعي لفرض عقوبات دولية رغم بوادر حسن النية من جانبها، محذرة من احتمال توقف التقدم في نزع السلاح النووي إذ واصلت واشنطن نفس التصرفات القديمة. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية إن بيونغ يانغ لا تزال ترغب في تنفيذ اتفاق عام جرى التوصل إليه خلال القمة التاريخية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في سنغافورة خلال يونيو الماضي. وتعهد الطرفان بالعمل من أجل نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية، لكنهما يواجهان مصاعب منذ ذلك الحين في التوصل لاتفاق يحقق هذا الهدف في ظل إصرار الولايات المتحدة على استمرار العقوبات. جاء البيان بعد تصريحات لدبلوماسيين أمريكيين كبار في الأسبوع الجاري شددوا خلاله على ضرورة اتخاذ بيونغ يانغ خطوات إضافية باتجاه نزع السلاح النووي. في السياق ذاته عرقلت روسيا والصين طلبا قدمته الولايات المتحدة لإضافة مصرف روسي واحد وأحد الأشخاص وكيانين كوريين شماليين إلى اللائحة السوداء للعقوبات التابعة للأمم المتحدة حسب ما أفاد دبلوماسيين. وقعت باكستان وروسيا اتفاقا دفاعيا غير مسبوق هذا الأسبوع لتدريب القوات الباكستانية في معاهدة التدريب العسكرية الروسية. ووقعت الاتفاقية النادرة في وقت يشهد تدهورا في العلاقات بين باكستان والولايات المتحدة. وقالت وزارة الدفاع الباكستانية أن الاتفاقية وقعت في روالبندي بعد انعقاد أول اجتماع للجنة الاستشارية العسكرية الروسية الباكستانية المشتركة يومي 6 و7 من أغسطس الجاري. وقالت وزارة الدفاع في بيان إن اللجنة الاستشارية العسكرية المشتركة هي أعلى منتدى للتعاون في المجال الدفاعي بين باكستان وروسيا، وفيها تبادل الجانبان الملاحظات حول القضايا الثنائية فضلا عن القضايا الدولية الرئيسية. طرح البيت الأبيض خطة طموحة لإنشاء فرع ثالث للجيش الأمريكي يعرف باسم قوة الفضاء بحلول عام 2020 بقية تحسين سبل مواجهة التهديدات الأمنية
المحتملة، لكن المقترح بحاجة لموافقة الكونغرس المنقسم بشأنه. وستكون قوات الفضاء مسؤولة عن مجموعة من القدرات العسكرية الأمريكية الحيوية في الفضاء، والتي تشمل كل شيء من الأقمار الصناعية التي يعمل بها نظام تحديد المواقع العالمي GPS إلى أجهزة الاستشعار التي تساعد في رصد إطلاق الصواريخ. ووصف مايك بينس نائب الرئيس الأمريكي في خطاب بوزارة الدفاع البنتاغون وصف إنشاء القوة بأنها فكرة حان وقتها. وجاءت تعليقات بينس وترامب متزامنة مع إصدار وزارة الدفاع تقريرا يوضح الخطوات اللازمة لإنشاء قوة فضاء، وهو أمر لا تتمتع بصلاحية فعله من تلقاء نفسها. ذكر مسؤولون إن ما لا يقل عن 24 شخصا لقوا حتفهم جراء أمطار غزيرة وانهيارات أرضية في جنوب الهند، مما دفع السلطات إلى فتح 24 سدا في تحرك لم يسبق له مثيل، وذلك بهدف منع احتمال حدوث تصاعد قد تؤدي إلى كارثة. وقال مسؤول بهيئة إدارة الكوارث بولاية كيرالا إن الأمطار التي تهطل عادة بين يونيو وسبتمبر في الولاية أودت بحياة 175 شخصا وأتلفت محاصيل قيمتها $49 مليون على مساحة 66 فدان منذ بدايتها في نهاية مايو. وأفادت السلطات بأن الأمطار المستمرة منذ 48 ساعة أدت إلى تشريد عشرات الآلاف من الأشخاص وفقد البعض وإغلاق أراضي في مناطق منخفضة. نهاية النشرة، شكرا لكم على حسن المتابعة.